ترك بصمته في أذهان جيل كامل من مشجعي كرة القدم. انتمى إلى فئة نادرة جدا من اللاعبين، فئة امتلكت سحرا خاصا بها، عبقرية وإبداع يمارسونه في الملعب. بلقطة واحدة تتجاوب المدرجات كلها، مشجعين وخصوب. الفئة التي انقرضت في عصرنا هذا، الذي أصبحت فيه كرة القدم تكتيكية بحتة. جيجي أوكوشا أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ، مراوغ استثنائي، تمتع بمهارة وطريقة لعب خاصة به، تعلق بها وقلدها عدة لاعبين بعده. صنع التاريخ رفقة النسور النيجيرية في عصره. كانت نيجيريا منتخبا مرعبا، يضم في كتيبته عدة لاعبين كبار، في صورة كانو، راشيد يكيني، إيمانويل إيمونيكي، والمتألق أموكاتشي وغيرهم. جيل حقق العديد من الإنجازات، كأس الأمم الإفريقية سنة 94، وفي نفس السنة قدمت نيجيريا مونديالا كبيرا بعدما تصدرت مجموعتها التي ضمت الأرجنتين في الثمن النهائي. كانوا قاب قوسين أو أدنى من التأهل، تفوق طيلة أطوار المباراة، لكن روبرتو باجيو قلب الطاولة في آخر أنفاس المباراة آنذاك. جيجي أوكوشا شارك أيضا رفقة نيجيريا في أولمبياد أتلانتا 96. يومها افتكت النسور النيجيرية الميدالية الذهبية وانتزعتها انتزاعا باستحقاق بعد إقصائهم المكسيك في الربع النهائي بثنائية أحرز منها أوكوشا الهدف الأول ليصطدم بالبرازيل في النصف النهائي. بعد مباراة دراماتيكية حسمها كانو بهدف ذهبي. النهائي كان ضد الأرجنتين في ملحمة أخرى، حسمها إيميونيكي في الدقيقة 90 وسط 90,000 متفرج. على صعيد الأندية بدأ جيجي أوكوشا مسيرته في إنيغو رينجرز في نيجيريا، ثم انتقل إلى ألمانيا ولعب رفقة بوروسيا نيوكيرشت وفرانكفورت. رحل بعدها إلى الأناضول ولعب رفقة فينرباتشي موسمين، تألق فيهما وسجل 33 هدفا في 63 مباراة. تقمص ألوان باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات، لكنه لم يحقق أي لقب. رفقته أفضل إنجاز كان وصيف الدوري الفرنسي سنة 2000. بعدها خاض تجربة في البريمير ليج مع نادي بولتون، صنع فرجة من نوع خاص هناك. كانت الجماهير الإنجليزية تتفاعل مع حركاته وفنيته. لعب نهائي كأس الكاربو سنة 2004، وانتقل إلى الدوري القطري لمدة سنة، وختم مشواره رفقة هال سيتي. بالرغم من أنه امتلك موهبة فريدة، لم يوفق أوكوشا في التتويج بأي لقب على صعيد الأندية التي لعب فيها. لاعب بإمكانيته، كان يستحق أن يلعب في أندية أكبر. أوكوشا كان يمارس كرة القدم من أجل المتعة فحسب، لذلك لا يزال كثيرون يتذكرون ما كان يقدمه النجم الأسمر، أمهر لاعب في القارة السمراء وربما في العالم.